اتجبرت انزل حافيه طول اليوم، ودي سلسله بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. الجزء الثالث. بكل بساطه انا ومنيه، والمره دي همشي طول اليوم حافيه على الاسفلت والشارع والجنينه. هنروح مول وهنشوف رده فعل الناس، وهل حد هياخد باله اني حافيه؟ انا بعمل التجربه دي عشان اثبت لك ان محدش مهتم بشكلك، انت لابس ايه، حافي مش حافي، ومحدش هيهتم. وده اللي هنثبته في فيديو النهارده. اول حاجه لازم نتكلم فيها عن كونسبت انك حافي. في مصطلح اسمه جراوندينج، التقرب، وان امراضنا بتزيد عشان مش بنلمس الارض ولابسين جزم طول الوقت. ولو بقيت حافيه هكون اسعد وصحتي احسن، وده اللي هنشوفه. اخر مره كنت بنبسط من قلبي بجد لما كنت بنزل حافيه ورجلي تتطين وتتبهدل وانا طفله. العلم بيقول اننا لما بنلمس الارض واحنا حافيين في الكترونات سالبه في كوكب الارض، واحنا بيبقى عندنا الكترونات ايجابيه. المفروض طاقتنا تعتدل لما بنلمس الارض، وده اللي اسمه جراوندينج. هو ده اي كلام؟ ما كدبتش خبر ونزلت. بس قبل ما انزل لازم اوريكم الجاوت فيتشت. وشنطه ام كلثوم اجباري، اما الجزمه اختياري. حتى الشراب ما لبستهوش، هبقى حافيه حرفيا. وعن تجربه عندكم، مثلا قطتي طول عمرها حافيه ورجلها انضف من الناس مش سالكه. اول ما نزلت رجلي دخل فيها كميه رمل واسمنت وطوب، حسيت نفسي في البحر. وزي ما انتم شايفين نزلت في عز الصبح، حتى ما خدتش جزمه احتياطي، ودورت على شجره من الشجرات وقعدت يمتها. يعني انت شايفه ان دي شجره؟ ستوب. اول حاجه هنسال جوزي تشات جي بي تي. كم هي مدة التقرض اللازمة إني أبقى في مود كويس؟ تعرض للطبيعة أو المشي حافي لمدة 10 إلى 20 دقيقة وكملي، ومع الوقت جسمك هيتعود أكتر. مع الوقت هتكتسب تناحة. ومن هنا قسمت ل 20 دقيقه تايمر. 10 دقائق مشي، وممنوع تسمع حاجه غير افكارك. اعوذ بالله. كنت بتاكد كل دقيقه رجلي نظيفه ولا لا. المشي على الزرع كان سهل، والمشي على الرصيف كان ما هطلع البيت هغتسل، مش هغسل رجلي، لا هغسل المواعين. بعدين لقيت اولاد بيلعبوا كوره من غير كوتشي. تعالوا نسالهم هم ليه حافيين. يعني بحس ان انا بعرف العب بسهوله عشان نراضي جميع الاطراف، عشان الناس الفقراء تكون زينا. صقور الجنه، صقور الجنه. وكل ما كنت قاعده في الزرع كنت ببقى مبسوطه اكتر. احنا البشر فلاحين بالفطره. بصراحه خفت اتعور لما لقيت ازاز، بس ما اتعورتش وكملت التجربه. خدت الموضوع لليفل اقوى، ورحت مكان زي مول امشي فيه زحمه جدا، وردة فعل الناس صدمتني. هل شايف حاجه غريبه في الاوتفيت بتاعي؟ في اللي انت لابساه؟ لا يعني حاجه ناقصه؟ لا كله تمام. مش عارفه قبل كده ولا لا. سليبر. زي ما شفتوا الناس فصصوني بنظراتهم وما خدوش بالهم، فاهتمامك برأي الناس فيك وهم انت اللي زرعته، هو مش موجود اصلا. ومن الحاجات الغريبه جدا ان انا رجلي كانت وجعاني، ولما مشيت حافيه رجلي خفت. في الاخر الارض احن عليك من مخاوفك.